هل كل اللي بيجز على أسنانه محتاج علاج؟ الإجابة لأ، لازم نفرق بين الجز المزمن وبين الجز المؤقت. الجز المؤقت واحد يتعرض لضغط عابر وتوتر كده، فترة امتحانات، ضغط شغل، حاجة يومين ثلاثة، ومجرد زوال السبب كمان العضلات بترجع لوضعها الطبيعي وبيختفي الجز على الأسنان معاها. لكن الجز المزمن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي فيه عضلات على سبيل المثال التمبوراليس والمسيتر بتفضل طول الوقت منقبضة، وبيتحول الموضوع لخلل في ميكانيكا مفصل الفك. العضلات بتتحول من مجرد توتر عضلي عادي الى نمط عصبي ثابت، كأن المخ اتعلم خلاص ان ده الطبيعي، ان هفضل طول الوقت انا بجز على اسناني سواء صاحي نايم، سواء كانت المشكله او التوتر يستدعي ان انا اجز على اسناني او لا، او موقف عابر وخلاص. هنا لازم تقييم فوري. حضرتك بتصحى من النوم معاك وجع صباحي متكرر او صداع صباحي متكرر، او صداع بيبدا من جنب العين ويستمر كمان لحول العين وجنب الراس، او كمان معاك تآكل في طبقه الاسنان، او حاسس ان هي بأثر شويه، او طقطقه في مفصل الفك، او صعوبه في الفتح او القفل، اي مشاكل من مشاكل مفصل الفك، هنا لازم حضرتك تعمل تقييم فوري عشان نبدا نحدد المشكله فين. مشكله في المفصل، مشكله في العضلات، مشكله في عادات يوميه خاطئه، ايا كانت المشكله يتعمل لحضرتك البرنامج العلاجي المناسب لحضرتك. قول لنا بقى حضرتك بتجز جز مزمن ولا جز مؤقت؟ يعني محتاج علاج